قد زار قبر الحسين عليه السلام بزيارة بشكل آخر، نوع آخر، المرحوم السيد هاشم البحراني، واحد من أعاظم علماء الطائفة. السيد إلى تفسير للقرآن الكريم اسمه تفسير البرهان، أول مرة يأتي فيها لزيارة قبر جده الحسين. اجا ودخل إلى داخل الحرم المطهر، جعل يطوف حول الضريح متبخترا، يتمايل عن يمينه وعن شماله، وهو يتمثل بهذين البيتين: لا تنكروا عند الطواف تبختري وتمايلي ثملا بغير شرابي، قد كنت بالذكرى أهيم فكيف بي واليوم وسط منازل الأحباب. يقول إذا كان الحسين يذكر أمامي أنا أهيم من البكاء، كيف بي وأنا الآن عند قبره. الآن القلوب ترفرف على ضريح سيد الشهداء، على ضريح أبي عبد الله. خلي قلبك وياي بعد فشكل ثالث من أشكال الزيارة، أقرح للجفون، شكل مجي أكثر، وهي الزيارة التي قد زار بها السيد الرضيع أعلى الله مقامه. السيد الرضيع أيضا طيلة حياته ما جاء لزيارة قبر جده الحسين. قالوا له: ما أشفاك عن جدك؟ أنت تعيش في بغداد، وبغداد ليست ببعيدة عن كربلاء، لم لا تأتي لزيارة قبر جدك الحسين؟ فكان يقول: أنا أخشى على نفسي من الهلاك، لما أوصل الكربلاء وأنظر إلى قبر الحسين راح تتمثل لي المصائب نصب عيني، فأنا أخشى على نفسي من أن أموت، لذلك أنا لا أذهب لزيارة قبر الحسين. ألحوا عليه في ذلك حتى جاءوا به إلى قبر الحسين. السيد وهو عالم جليل نقيب الطالبيين نظر إلى جماعة من شيعة الحسين من الأعراب قد شدوا أزرهم وهم يهرولون حول القبر. السيد على جلالة قدره أعجبه هذا النوع من الزيارة، شد أزاره وجعل يهرول حول قبر الإمام وهو يرتجل قصيدته المقصورة: كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى، وضيوف لفلات قفرتين نزلوا فيها على غير قراء.